السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جينا لكم بتجربة جديدة، وهي ان احنا هنروح سوق العربيات ونحاول ان احنا نبيع العربية اللي معانا ونشتري عربية تانية. فخليكم معانا عشان نشوف ايه اللي هيحصل النهاردة. يلا بينا. وهنا كنت واقف مستني محمد عادل بعد ما قال لي 5 دقايق وأكون عندك، وهنا بعد 10 دقايق، وهنا بعد ربع ساعة، وهنا بعد نص ساعة، وهنا بعد حوالي ساعة إلا ربع، وكل ما أكلمه يقول لي أنا برضو داخل عليك. يا عم انتوا بتزودوا، هي مش كانت حمرا؟ انا قاعد ادور على عربيه حمرا والله. ما ايه اللي انت بتعمله ده؟ وهنا كنا طلعنا على الطريق واحنا ماشيين وخلاص داخلين على كارتة القاهرة، ولقينا صدفة ما بتحصلش كتير جدا، وهي ان عربيتي اللانوس القديمة لقيتها ماشية قدامنا. كنت وحشاني اوي يا بنت اللذينة انتي. هنا كنا وصلنا خلاص البوابة بتاعة السوق، وكانت الصدمة الكبيرة بالنسبة لنا دي تيكت ب50 جنيه. وهنا خلاص كنا دخلنا السوق، والعربيات بدأت تيجي والناس بدأت تتوافد على السوق، والناس بدأت حركة البيع والشراء، وزي ما احنا شايفين ان في عدد كبير جدا من العربيات كانت موجودة النهاردة. وهنا بقى كان في منظر من افضل المناظر اللي ممكن تشوفها، وهو خروج الناس من صلاة الجمعة والتدافع بتاع الناس. العدد كان كبير جدا زي ما احنا شايفين كده، وشكل الناس وهي بتطلع من الصلاة كان جميل جدا. اللهم بارك. زي ما احنا شايفين النهارده في عجل كتير جدا في السوق، وفي ناس كتير جدا مقبله على الشراء، بس كاسعار العربيات فهي اسعار مبالغ فيها بشكل كبير جدا. يعني مفيش بيع وشراء بشكل ملحوظ قوي، يعني كل الناس اللي بنشوفها بتسال وبتتصدم بالاسعار وبتاخد بعضها وتمشي. هو فعلا اسعار العربيات بقت اوفر قوي بشكل مبالغ فيه، واصحاب العربيات هم برضو مضرورين من الموضوع، ولا اصحاب العربيات هم اللي مزودين ومخلين الاسعار اوفر قوي عن اسعار السوق وعن الاسعار اللي تناسب عربياتهم؟ هنشوف مع بعض. خليني اقول لك انطباعي بشكل عام عن السوق بقى النهارده. السوق النهارده كان فيه عربيات كتير جدا بتتباع، وكان فيه ناس كتير جدا داخله المفروض ان هي عايزه تشتري. بس الفكره بقى ان ولا الناس الكتير دي باعت ولا الناس الكتير دي اشترت. الاسعار بتاعت العربيات فعلا كانت اسعار غاليه جدا. بس خليني اقول لك ان برضه اصحاب العربيات معذورين، ما هو بيقول لك في الاول وفي الاخر انا هبيع وهشتري ايه وهشتري بكام. وفي نفس الوقت الناس اللي بتشتري برضه معذورين، ما هو بيقول لك الفلوس اللي انا كنت محوشها من قد ايه هتجيب لي ايه وازاي. اللي معاه فلوس مش عارف يشتري، واللي معاه عربيه برضه مش عارف يبيعها.